أين الأمة؟ وأين العقيدة الصحيحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يخرج من يقول، وهذا من مواطن النزاع بيننا وبين القوم، نقول لهم: إنكم تقولون إن الرافضة من إخواننا. كيف؟ هؤلاء الرافضة يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرافضة يسبون زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. هؤلاء الرافضة يبغضون أهل السنة أكثر من بغضهم لليهود والنصارى. أن يجتمع الناس في الجامع الأزهر أو في الجوامع الكبرى في العواصم الكبرى من دول الإسلام وأمة الإسلام ينادون على صاحب حزب اللات من أجل أن يقوم بتحرير فلسطين وضرب تل أبيب، وأنه صلاح الدين. أي عبث هذا، وأي تغييب للأمة، وأي انحراف عن الحق. من يرضى بهذا؟ والرجل قد ظهرت خبيئته، ومن عجب أن الفتنة إذا أقبلت لا يعلمها إلا كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. اليوم تظهر حقيقة هؤلاء الرافضة. هل علمتم الأمة موقف أهل السنة من هؤلاء الروافض؟ هؤلاء الروافض يقولون إن القرآن الذي بين أيديكم ناقص، إن اعترفوا به أصلا. ويأتي من يقول: الدكتور يوسف عفى الله عنا وعنه وهدانا الله وإياه لأقرب من هذا رشدا، يقول إن الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف يسير. هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص منه بعض شيء، هذا يسير. أين عقيدة أهل السنة في القرآن العظيم، وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود؟ أين عقيدة أهل السنة في كتاب الله رب العالمين؟ أين هي؟ وعقيدة أهل السنة باتفاق لم يشد عن هذا واحد، ومن قال بضده فهو كافر. عقيدة أهل السنة أن من قال إن القرآن فيه حرف زائد أو نقص منه حرف فهو كافر. هذا باتفاق بين أهل السنة لم ينازع فيه منازع قط على مدار تاريخ الأمة بين علماء أهل السنة، وإنما هو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. علموا الناس التوحيد وعلموهم اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.